السلام عليكم، ازيكم؟ كل عام وانتم بألف ألف خير يا رب العالمين، وعيد سعيد عليكم ينعاد علينا باليوم والخير والبركات ان شاء الله. فيديو اليوم من احب الفيديوهات لقلبي، وفيه تفاصيل كثيرة من تجهيزات العيد والاجواء الحلوة اللي عشناها مع بعض قبل الفيديو ده. بديت الترتيب بتركيب اللوحات وعلقتها بالعلاقات اللاصقة على الجدار، عشان أنا أساسا ما عايزة أسقط الحائط، والحائط بتاعي ما دهان، هو ورق جدران، فعشان كده علقتها بالعلاقات دي، وكانت عملية جدا، وكمان اللوحات ما تقيلة يعني عليها، فبالتالي ثبتت كويس. كنت خايفة من الخطوة دي إنهم ما يطلعوا متساويين، ولكن الحمد لله ركبتهم بجدارة. ركبتهم في الغرفة عشان يعملوا تغيير جديد باللون البنفسجي اللي أنا حبيته الفترة دي للتغيير. بعد ذاك قلت خلاص أنظف المرتبة قبل ما أفرشها. جبت الجهاز الصغير بتاعي العملي ده، رهيب جدا يا بنات، نينجا. أنا كلمتكم عنه قبل كده، ولكن تاني بعيد لكم وبكرر لكم. إذا عندك إمكانية اشتريه بلا تردد، عشان أساسا حيريحك في تنظيف الكنب وفي تنظيف المرتبة والأفرشة. فبعد ما خلصت عايزة أوريكم كيف إنه الجهاز ده بيشطف الأتربة الدقيقة اللي نحن ما بنشوفها. تمام. عنده الحاوية دي بتفتحيها، هي بتجمع الأوساخ في الحتة دي، وكمان بنفتحها بطريقة سهلة كده. شفتوا كمية التراب؟ لكن دي كلها ما طالعة من المرتبة على فكرة. أنا قبل كده عملت بيها الكراسي، فعشان كده بقت كميتها كبيرة. وحتى لو لاحظتوا في المرتبة يتدفق جزء بسيط من الغبار، ولكن حننظفه مع بعض بنفس الجهاز، وشوفوا جوا الشفط بعينكم. نظفتها كويس من التراب بالمناديل المبللة، ويلا نسحب الجزء اللي توصل. شفتوا كيف مسحت نهائي؟ الأثر بقى ما موجود، فعملية جدا وفعالة. فرشت السرير بملاية الأبيض عشان يجي متناسق مع اللون البنفسجي، فيها دانتيل كده من الجوانب. اما دي كمان عملية جدا بالمناسبة، انا ما عارفاها هي ذاتها اسميها شنو، ولكن تقدر تدخلي بيها الملاية بين الحواف بكل سهولة. برضو أداة ذكية جدا. وهنا لابد من انه نكوي الملاية. تمام. لانه اكيد انا ما قاعدة اكوي الملايات واخليها مرتبة في الدولاب بمكوتة بطبقها عادي، لانه بكون عندي مهام تانية. لكن هي اليوم اللي بفرشها فيها بكويها بالمكوة دي، برضو عملية جدا تحت البخار، وساعدتني كتير في انه اكوي الافرشة واكوي كمان الستاير بيها. الستاير تكويها بيها هي معلقة. أنا من
الناس اللي بيحبوا الترتيب وبيحبوا التنظيم وبيحبوا إضافة لمسات بسيطة تغير شكل الغرفة أو تغير شكل البيت عامة. فحبيت أغير باللون البنفسجي لأنه بيدي هدوء وفخامة للمكان بطريقة جميلة وكمان مناسب جدا للعيد. وفعلا صراحة بعد ما اكتمل وانتوا براكم حتشوفوا غير لي نفسية الغرفة تماما وخلاها أشرح وأريح للنظر كمان. طبعا موضوع المكوى ده ما بيخلص، لازم من كل الجوانب انه اغطي المكوى. وطبعا ده الطقم الجديد البنفسجي اللي وريتكم له في الفيديو اللي قبل ده في المشتريات حقت العيد. بصراحة بسيط جدا وفيه تفاصيل حلوة كده بتاعت فيونكة يعني مشغولة، وكمان ناعم جدا ومناسب للأجواء الصيفية. فالغرض من انه انا اشارككم الفيديو ده والتفاصيل الصغيرة والافكار دي اللي بتخصني وتخص يومي في العيد، حبيت انه كل واحدة بتحب الترتيب والتغيير حتى بأبسط الاشياء ممكن تستفيد من الفيديو ده، وانا بعتبركم اخواتي وعائلتي كمان في الغنى، فعشان كده بشارككم ابسط التفاصيل اللي انا بحبها وبعملها في بيتي. وكمان حبيت اخلي الفيديو واقعي وبسيط وقريب من القلب بدون تصنع، كأنكم بتقضوا اليوم معي فعلا. وهنا طبعا بعد ما خلاص فرشت السرير وخلصت من ترتيبه ده كان شكله، ولا بد طبعا من اللمسة الإضافية، فخديت المسهرية دي على الطاولة بتاعت السرير وأدت منظر برضو جميل جدا للمكان. فأنا عجبني جدا صراحة، إن شاء الله انتوا كمان يعجبكم. وتنسيق الملاية مع الطقم الجديد أدى أساسا تناسق كده كأنهم متناغمين مع بعض أو جايين مع بعض أساسا. وسبحان الله كل واحدة يعني كانت في طلبية مختلفة. الفرش الأبيض كان عندي له من زمان، يعني يمكن له هسه سنة وشوية، فأدى لكم جميل وتغيير للمكان. الكنبة كمان لازم نديها حقها من النظافة، فأنا كل أسبوعين أو كل أسبوع بمرر عليهم الجهاز ده بصراحة، وزي ما قلت لكم بلقى أتربة طالعة. كمان لما يكون الكنب حساس فدايما بنتعب في تنظيفه.
وبرضو هغير المساند باللون البنفسجي. وكمان هضيف ورد، وأنا بحب الورد شديد بالمناسبة، بدي إحساس جميل وإنه المكان فيه حيوية وفيه رونق صراحة. أنا بحب الورد الطبيعي والورد الصناعي اللي بيشبه الطبيعي، بحبهم جدا. فجبت الورد ده أصلا هو كده بيج كده وفيه ثمرات بالبنفسج، وكمان جبت فرعين أو عودين زي ما بقولوا باللون البنفسج، فأدى تناسق متكامل بالنسبة للطقم. جنب الكنبة هنا عندي المكتبة، والمكتبة دي برضو ما فيها أي مسهرية ولا فيها أي حاجة، فحبيت أخد فيها برضو مسهرية في الديكور البسيط ده. تمام، وبرضو بالبنفسجي الفاتح، فأديت لوك للمكان. برضو خطيتها بفوق على الطابعة لأنه أصلا وزنها خفيف جدا. وطبعا اللمسات الخفيفة ما ننساها، خديت ورد أبيض وكمان بعض الشموع عشان اللوك يكتمل واللمسة الجمالية بتكون كاملة. وآخر شي حضرت لبستي اللي حلبسها أول يوم في العيد الصباح بعد الرجوع من الصلاة، فكانت برضو باللون البنفسجي وبعض الإكسسوارات، وكان العيد سعيد والحمد لله رب العالمين. تاني يوم العيد كان قضيته دعوة جميلة ولمة حلوة مع الجيران، صديقتي جدا تغوى ربنا يديها العافية. الأجواء كانت مليانة فرحة وضحك وكلام جميل مع الصحبات والصديقات العزيزات. ومن أكتر الأشياء اللي أنا بحبها في العيد هي اللمة والناس الطيبة والطاقة الحلوة اللي بتكون في البيوت. وربنا يجعل كل أيامكم جميلة وعيد إن شاء الله. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وقولوا لي في التعليقات شنو أكتر جزء حبيتوه في الفيديو، الديكور البنفسجي ولا ترتيب الغرفة ولا اللبسة.
وكونوا بخير، مع السلامة.